يا الله يا الله، هذا شو خوفنا، يا الله شو خوفني. خص لإلي هذا الضبع. أنا حابب أقول لك يا ضبع، يعني عندنا بالله أنا طن، يا طن. إذا مشيت السوق بدها تفصفص وبدها تصفي وتص بالجيش اللبناني وتمشي بلاني بالأجساد. وأنا حابب أقول للشباب السوريين الطيبة، كيف تشوفون هذا الشاب بعده عنه شو يفصفص. تمام. حبيبي حبيبي يا عيني، إلا إذا بشوفك تعال شو بنسوي فيه. بعدين بشوفك بس شو بنسوي فيك، لأنه ما حابب أحكيها كثير بصار العالم ما تضحك علي وعليك. والسلام عليكم. مرحبا. الوضع مع شي انتكت عليه. أي مواطن سوري بيتعرض لمواطن لبناني ولا الجيش اللبناني ما حيشوف شي طيب، حيتفصص مثل الدجاجة. هيدي أنا قلت فوتناكن على بلدنا، عطيناكن فرص، اشتغلتوا عملتوا وسويتوا، وبالآخر بتبزوا عنامي ليش؟ فهموني، بتبزوا عنامي ليش؟ وين الأصل؟ وين أصلكن؟ وين؟ فبعدين من يوم ورايح يعني صار الوضع كتير مستفز، كتير كتير كتير، اوكي؟ كتير. فمن يوم ورايح اي كلمة بتطلع برات الطريق حنشوف شغلنا، واي واحد حيزفر حيندعس. ها قلنا يا حيندعس، فهمتوا؟ حطوها حلقة بودنكم انه حيندعس. يعني كتير الوضع مستفز واستفزازي، فبتمنى انه توصل هالرسالة لأكبر عدد ناس ممكن. والسلام عليكم.